وبعدين معاك يا عديد، بقالك 44 سنة وانت ماسك الكشكول ده، شاغل بالك وشغلنا معاك، وانت بتحاول توصله لأسرة الجندي المصري ده. ده مش كشكول يا سارة، ده حياة إنسان سجل فيه مشاعره وأحلامه وأمله. كنت بتمنى إنه ما يموتش. يا ترى لو كان لسه عايش كان هيبقى إيه دلوقتي؟ بقالك 44 سنة وانت بتسأل نفسك نفس السؤال، من سنة 73 لحد دلوقتي. عارفة، لما لقيت الدفتر ده في الخندق كنت حاسس إن وراه حكاية. بس ما كنتش تتصور انك هتبقى جزء من الحكاية دي. دلوقتي أنا حاسس بالفشل. سارة، أنا خايف أموت قبل ما أرجعه لأصحابه. يا حبيبي، انت عملت كل اللي قدرت عليه، دورت على اهله على قد طاقتك وما لقيتهمش. بص يا عديد، عندي فكرة. جاكي خوجي ابن اختي صحفي، ممكن ينشر صفحات من الكشكول ده على حساب الفيسبوك بتاعه، وبكده في امل ان اهله يشوفوه. شايفة كده؟ نجرب يا عديد، احنا مش هنخسر حاجة. انا عايز اشوفك مستريح بس. خلاص، أنا هصوره 8 صفحات وابعتها له ونشوف. أنا سيد بسطويسي من المحلة الكبرى الغربية، مواليد 1948. اتخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة سنة 1970. وبعد التخرج رحت مع والدي منطقة تجنيد اسكندرية، وقبلوني في الدفاع الجوي. لما اتقبلت كان في صوت جوايا بيقول موافق، مرحب، لا بأس. على قد ما كنت بحب أكون واحد من المدافعين عن حقي، على قد ما كنت بحب السلام. كنت بسأل نفسي إمتى يعود السلام؟ كنت لما أشوف بسمة عيالهم وعيونهم السودة الجميلة رغم الفقر، والملابس الممزقة، أؤمن بالحرب. لما أشوف الفلاح بيزرع أرضه على بعد أمتار من العدو، أؤمن بالحرب. لما أشوف سنابل القمح مليانة غلال، أؤمن بالحرب. من أجل الناس والأرض والحقول، القنال والشمس والنيل والقمح، من أجل الحب. لكن في الوقت نفسه كنت بكره الموت. الموت ده ليه رائحة كريهة جدا. في يوليو 73 ماتت أختي صفاء بمرض عضال، ودفنوها جنب أمي. رحت لهم القبر وقلت صفاء، ماما، أنا طفل كبير ومحتاج لكم. امتى اللقا؟ اغفروا لي كل حاجة، بحبكم جدا جدا. ورحت لهم تاني، وكانت دي آخر زيارة ليهم يوم 15 أغسطس 73. المرة دي ما حسيتش بالغربة، حسيت إني أنتمي للأرض دي والتراب اللي بيضم أمي وأختي. شوف يا جاكي، الكشكول ده عالم كامل بيوثق حياة إنسان غير عادي. سجل فيه مذكراته 3 شهور لحد يوم 15 أكتوبر، قبل ما يموت بيوم واحد. خالتي قالت لي
إن الكشكول ده شاغل بالك من زمان، وإنك مهتم توصله لأهله. وقتها هو كان خصمك في المعركة، صح؟ أيوة، أنا كنت في الفرقة 143 المدرعة بقيادة الجنرال أرائيل شارون، وهدفنا كنا نقطع خطوط الإمداد للجيش الثالث المصري. وده كان في أي تاريخ؟ كان 15 و16 أكتوبر 73، اللي اتعرفت باسم معركة المزرعة الصينية. كانت أرض من سيناء استولينا عليها 67 ورجعها الجيش الثاني الميداني المصري. في يوم 1 أكتوبر عرفت إن في عمليات هتتنفذ. اجتمع بينا قائد الكتيبة بعد الظهر وقال لنا استعدوا، بالنبل والطيران لازم نعبر، مفيش تراجع. البحيرات أمواجها فيروزية، سحب بيضة، النقطة القوية في سلام وسط الرمال، هدوء وسكون مريب، وأعصابي بدأت تتخدر. أنا لسه ما استعدتش عشان أقابل ربنا. الحياة لسه حلوة وجميلة، عندي أحلام كبيرة، مش عايز أموت في السن ده. شيء محزن فعلا. هو فنان لقى نفسه في الحرب. أيوة، كانت نظرته رحيمة وإنسانية. خسارة يموت إنسان زي ده. أنا قاعد في حفرتي الميدانية، عمري ومقبرتي. امبارح وقعت قذيفة على بعد 20 متر منها. النهاردة هيحصل إيه؟ مش عارف. النهاردة من حقه أو من حق أحبابه ياخدوا المذكرات دي، وكمان أبطال مذكراته محمد وصديقه صلاح من الغربية، ومحب عامل معمل النسيج من اسكندرية. دول هم أبطال مذكرات سيد، ورسمهم بصورهم. مش عارف هم أحياء ولا ميتين. الحرب بشعة، تسرق مننا أجمل ما فينا، تسرق إنسانيتنا، تسرق من الإنسان شبابه قبل ما يكتمل حلمه بالحياة، تسرق من القلب الطمأنينة والسلام. لازم الكل يعرف إن السلام أثمن من أي نصر. من أجل الحب نمضي أحيانا إلى الغياب كي تبقى الحياة لمن نحب.